السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الفل والهنا والسعادة والرزق على قلوبكم جميعا يا رب. يوم جديد وروتين جديد ان شاء الله بإذن الله. اليوم النهاردة او الفيديو بتاع النهاردة ان شاء الله هيكون عن تجهيزات للعيد ان شاء الله بإذن الله، والمشتريات اللي هنشتريها للعيد اللي طبيعي اي بيت بيكون طبعا محتاج بحسب التفاوت بقى كل واحد اولويته لايه. فحضرت فطار كده بسرعة عشان يومنا النهاردة ان شاء الله بإذن الله هيكون في الشارع، وطريقنا هيكون ما بين امبابة وما بين فيصل، فهحتاج حاجات من هنا وحاجات من هنا. فقلت ان شاء الله باذن الله احنا نفطر ونقعد نحط الخطه بتاعتنا ونعمل الغدا، نتغدى ونظبط نفسنا وبعد كده ننزل، لان طبعا يوم المشتريات ده بيبقى محتاج لف ونزول، فطبعا مش هقدر اخلص الحاجه في يوم واحد، فهتتعمل على يومين ان شاء الله. شغلت الراديو كده على محطه القران الكريم وقلت اسيبه كده يديني بهجه كده في اليوم علشان اقدر اواصل اليوم. فهنا كده كان عندنا كبده شرايح، فقلت هعملها برده وهعمل جنبها مكرونه بصلصه. فحطيت الميه للمكرونه، وهنا كنت سبكت الصلصه فسبتها مع نفسها. وزي ما بوريكم كده الكبده انا متبلاها بتوم بودر وبصل بودر وكزبره وكمون وملح، وعصر عليها ليمون وحط سنه خل صغيره خالص. في العادي انا ببشر لها بصله، بس المره دي كنت مستعجله وبصراحه لا كان تركيزي لا في التنظيف ولا في الاكل. وهنا ده الكفر بتاعها دقيق، ما لقيتش عندي رده فحطيت عليه كزبره وكمون بس. وهنا كده كنت غلفتها، وزي ما بوريكم كنت بسلق المكرونه، وهنا كمان كنت حطيت الكبده تتسلق، تتقلي انا اسفه. فهنا كده خلاص كنت بقلب المكرونه، وقلت ان شاء الله باذن الله اشوف انا هشتري ايه، الحاجات اللي انا محتاجاها من فيصل والحاجات اللي انا محتاجاها من امبابة، اشوف الحاجه اللي انا هجيبها وهشوف هعمل ايه. فهنا كده كنت جهزت الغدا زي ما بوريكم. انا عايز اقول لكم المكرونه دي خطيره خطيره بالطريقه البسيطه اللي هو السمنه او الزيت، وبحط عليها الطماطم المتصفيه وعليها ملح وكمون بس، وشويه فلفل اسود صغيرين. الطريقه دي بصراحه يعني احسن طريقه عملت بيها المكرونه. وهنا كده زي ما بوريكم منظر الاكل كان يفتح النفس، يعني تعالوا اتفضلوا معانا. هنا كده طبعا كنت محتاجه ان انا اعمل حاجه ابرد بيها بعد الصلصه بتاعه المكرونه. فهنا كده كان عندي توت، يعني راسبيري وبلو بيري. فقلت هعمل بقى مشروب زبادي كده. طلعت العسل وجبت اللبن علشان خاطر اخفه. فهنا كده كنت حطيته وضربته في الخلاط، وقلت خلاص بقى كده الجو حر بصراحه، كل شويه اقول انزل لا هستنى شويه. فنزلت كده بعد العصر لما الجو بدأ يرطب شويه، لان الايام بصراحه الايام دي الجو حر قوي. فهنا كده كنت عملت المشروب بتاعي. وهنا كده ده كان اول يوم. دي المشتريات اللي انا جبتها، جبت بقى لحمه وجبت ايس كريم علشان الحر اللي احنا فيه ده، وجبت بقى شويه حاجات يعني لب وسوداني وشوكولاته، الحاجات بتاعت العيد بقى، كل سنه وانتم طيبين. وهنا كده كنت جبت الزينه بتاعت عيد ميلاد، يعني كنت هعمل عيد ميلاد خديجه لان هو بصراحه كان على العيد الصغير وانا ما عملتوش، وعيد ميلاد ابن اخويا معايا، فهنعمل الاتنين مع بعض. وجبت شويه حاجات كده للمطبخ. ده كان تاني يوم. جبت لبس البنوتي. بصراحة الأسعار صعبة جدا، ربنا يكون في عون الناس بصراحة واللي معاه أكتر من طفل، لأن طبيعي احنا هنشتري للأطفال، احنا مش مهم، لكن هم بصراحة لازم يعني. فربنا يا رب يرزق الناس كلها إن شاء الله بإذن الله. وجبت كده شوية حاجات بقى للاهتمام بنفسي. جبت الماسك رجلين دوت، وجبت اللوشن بتاع فازلين دوت جميل فيه نسبة واقي شمس يعني. وجبت بقى شيت ماسك كده، وجبت السيرم دوت، والخلخال ده انا جايباه علشان البسه لها ان شاء الله باذن الله في عيد ميلادها. ف وافتكرتها طبعا جبت لها لوشن كده خلاص بقى بريحه الموز علشان تبقى ريحتها حلوه، وجبت لها مرطب. يا رب ان شاء الله باذن الله يكون الفيديو خفيف ولطيف على قلوبكم. اشوفكم ان شاء الله باذن الله في روتين جديد وفيديو جديد. كل سنه وانتم بالف خير، مع السلامه.